بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا هنا هوريكم بقى اللي هيعمله من غير صوص. بصوا الكيك من جوه عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله. بصوا الكيك قد ايه طري، وعايزه اقول لكم لسه سخن، يعني لسه ما بردش. شايفين الجمال؟ السلام عليكم، عاملين ايه؟ بوله نظيفه وهنكسر فيها 4 حبات من البيض. اتنين باكت فانيليا او نص معلقه صغيره من الفانيليا، وكوبايه سكر. نضربهم مع بعض. بنضرب كويس جدا لحد ما يفتحوا بالشكل ده. بعدين هنضيف كوبايه الا ربع من الزبده على الزيت، يعني نص كوبايه من الزبده الدايبه وربع كوبايه من الزيت. لو عندك زيت بس تمام، لو عايزه زبده بس تمام، لكن الاثنين على بعض بيدولك نتيجه هايله. بعدين هنضيف كوبايه من الحليب الدافي. طبعا واخده بالك ان كل المقادير بنفس الكوبايه، كوبايه الشاي الموجوده في كل بيت. بعدين هنضيف معلقه واحده من الخل الابيض العادي. ضربنا كله كويس قوي مع بعضه. هنشيل بقى المضرب ده خالص. هنحتاج كوبايتين من الدقيق، 1 2، وعليهم معلقتين كبار من النشا. معلقه كبيره يعني معلقه الطعام اللي بناكل بيها، باكت كيك شيف او معلقه كبيره من البيكنج باودر. معلقه كبيره من الكيك شيف او البيكنج باودر يعني الموجود عندك. يلا ننخل شويه ونقلب شويه، واحده واحده، محدش بيجري وراكي. لو انتي وصلتي معايا لحد النقطه دي صلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. مهم قوي ان ندخل الدقيق. لما بتدخلي الدقيق الكيك بيكون هش وزي الفل، زي قلبك كده. وانتي شغاله لمي الجوانب كده، ووصلي كمان لحد القاع. اتاكدي ان مفيش شويه دقيق لازقين هنا، مفيش شويه دقيق لازقين هنا، ده مهم قوي. هاتي كده الجوانب كويس والقاع، ما تقلبيش كتير. قلبي لحد ما تتاكدي ان كل المكونات تجانست تماما مع بعضها. الكيك لو اتقلب كتير هيتحول لعيش، وفي اتجاه واحد بس. كده تمام جدا. هو ده القوام المطلوب، ولا خفيفه ولا تقيله. ادي الخليط على جنب، وادي صينيه فرشه زبده كده وندهنها كويس. ندهنيها كويس جدا. اي قالب موجود عندك، جرانيت، الومنيوم، بايركس، المتاح عندك، كله حلو، بس اهم حاجه تدهنيه كويس جدا. يا بركه سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه عملتها اول ما بدات اشتغل في الكيك، شغلت الفرن على درجه حراره 180. لازم الكيك تدخل فرن مسبق التسخين. مهم قوي الخطتين 3 دول عشان اي فقاقيع هواء زياده تطلع منها. وعلى الفرن من 40 ل 45 دقيقه. بصوا هنا بعد بالظبط مرور 45 دقيقه، بصي كده تمام. سمي بالله بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ممكن تقدميها كده، ممكن ترشي عليها رشه كده من السكر البودر، ممكن كمان تعملي صوص اللي انا هعمله دلوقتي. يلا بينا نعمل احلى صوص. اول حاجه هنضيف 3 معالق من السكر، وعليهم معلقه كبيره من الدقيق، عليهم كوبايه من الحليب، وهنقلب الكلام ده كويس جدا. الكلام ده بنعمله على البارد، ولما نتاكد ان السكر والنشا دابوا تماما نرفعهم على النار مع استمرار التقليب. نفضل نقلب كده. نقطه الشوكولاته البيضاء اللي انا بجهزها دي اختياريه، شوكولاته بيضاء، شوكولاته بالحليب، شوكولاته دارك، اللي انت عايزاه. انا معايا هنا مكعبين كده من الشوكولاته البيضاء، بكسرهم عشان يدوبوا معايا بكل سهوله. ما تشيليش ايدك، افضلي قلبي علشان الدقيق ما يكتلش معاكي وينشف كده ويعمل تكتلات. شايفين بيبتدي يتقل ازاي؟ وكل ده والكيكه بتبرد. موضوع سهل وبسيط جدا. 3 معالق سكر، معلقه ونص من الدقيق، وكوبايه من الحليب، ونقلب كويس قوي. هنضيف معلقه كبيره من الزبده، نقلب كده. في اللحظه دي بطفي النار. طيب انا كده اتكون معايا الصوص.
دلوقتي هتعملي ايه؟ يا هتضيفي الفانيليا ويبقى صوص فانيليا جبار ويجنن، يا هتضيفي زي ما قلت لك شوكولاته دارك او شوكولاته بالحليب، او زي ما انا هعمل دلوقتي هنضيف شوكولاته بيضاء. ادي الشوكولاته البيضاء، شوكولاته بيضاء زي قلبك كده. وادي الكيك، ايه رايكم في كيكتنا وجمالها؟ بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. بصوا بقى الجمال. بصوا بقى العظمه دي. ونقول ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. العظمه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الكيك من جوه حاجه عظمه. بصوا هنا هوريكم بقى اللي هيعمله من غير صوص. بصوا الكيك من جوه عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله. بصوا الكيك قد ايه طري، وعايزه اقول لكم لسه سخن يعني لسه ما بردش. يا رب وصفتي النهارده تكون عجبتكم، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم، والى اللقاء في وصفات جايه كتير قوي ان شاء الله. وكنتم مع ساره سمير.